اهلا بك يا صديقي في مباراة الاهلي وبتروجيت، المباراة اللي هتتلعب في الجولة ال 12 من الدوري المصري. كل اللي عايز تعرفه عن المباراة دي من حيث تاريخ مواجهة الفريقين والتشكيل المتوقع وترتيب الفريقين في جدول الدوري هتعرفه هنا، لكن في البداية ما تنساش تصلي على النبي وتدعمنا بلايك وشير وكومنت، ويلا بينا على تاريخ مواجهة الفريقين. الفريقين يا صديقي اتقابلوا في 23 مباراة، قدر النادي الاهلي انه يفوز في 19 مباراة، وقدر بتروجيت انه يفوز في مباراة واحدة، والتعادل كان في 3 مباريات. قدر النادي الاهلي انه يسجل 58 هدف في مرمى بتروجيت، وقدر بتروجيت انه يسجل 17 هدف في مرمى النادي الاهلي. بالنسبه بقى للتشكيل المتوقع يا صديقي، فهنلعب في حراسه المرمى بمحمد الشناوي، قدامه اتنين في قلب الدفاع ياسر ابراهيم وياسين مرعي، وعلى الشمال هنلعب بشغري، وعلى اليمين بمحمد هاني. قدامه ثلاثه في وسط الملعب، مروان عطيه وتريزيجيه ومحمد علي بن رمضان. قدامهم ثلاثه، اشرف بن شرقي في ناحيه الشمال وزيزو في ناحيه اليمين وجراديشار مهاجم صريح. اما عن ترتيب الفريقين في جدول الدوري وتوقعاتنا للمباراه، فالاهلي بيجي في المركز الثاني برصيد 21 نقطه، وبتروجيت بيجي في المركز ال 14 برصيد 14 نقطه. انت بقى قول لي توقعاتك ايه في الكومنتات. انا توقعاتي ان الاهلي هيفوز 2-0. انت كمان اكتب لي توقعاتك في الكومنتات تحت، وما تنساش تدوس لايك وشير وكومنت عشان